بوست مواطن مصري كاتبه بمناسبة بيع بنك القاهرة. المواطن المصري اسمه وجيه بيقول ايه؟ بيقول لو باعوا الهرم محدش هيتكلم. بنك القاهرة 250 فرع جوه مصر وخارجها، ودائع ب 350 مليار جنيه، يعني حوالي 7 مليار دولار. ليه يتم بيعه لبنك إماراتي مقابل مليار دولار؟ طبعا ده ما يجيبش حتى حق مبنى واحد من المباني الليستنج الأثرية لبنك القاهرة اللي مبنية في أفخم وأعرق وأقدم شوارع ومناطق في القاهرة وفي اسكندرية مثلا، على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فبيقول ليه بيتعمل فينا كده؟ وليه الإمارات بتشتري ولا الإمارات بتشتري بالنيابة عن دولة تانية وبنتسلم تسليم أهالي ونجمة داوود؟ هتظهر في الآخر وهيكون أمر واقع واتفاقيات ولا إيه؟ معامل تحاليل ومنظومة طبية بيع، مجمع التحرير وبعض الهيئات الحكومية بيع، راس الحكمة وراس بنياس بيع، أجمل شواطئ مطروح ومن ضمنها عجيبة بيع، جراجات القطارات اللي اتصرف عليها ملايين بالدولارات بيع بأبخس الأثمان، شبكة الطرق على الساحل دفعنا تمنها من جوعنا بيع ومفيش حساب، وإعلام هيطلع يخدر شوية معاتيه. المواطن ده من المواطنين القليلين جدا اللي صاحيين للي بيحصل. اللي بيحصل ان مصر بتتسلم فعلا تسليم اهالي، واللي العدو ممكن يعمله بالحرب ويكلفوا جنود ويكلفوا عتاد ويكلفوا سمعته الوسخة اصلا قدام العالم تتوسخ اكتر ما هي وسخة. فليه يعمل كده لما هو ممكن يجيب جاسوس ابن اختهم زي عبد الفتاح السيسي ويحطه في اعلى سلطة مصر ويبيع البلد بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه، الشكل اللطيف الجميل اللي محدش بيتكلم عليه، وفي نفس الوقت يطلع لكم في نفس الوقت يقول لكم تحيا مصر 3 مرات، ويقول لكم انه ضد التهجير، ويقول لكم انه واقف ضد التهجير، وان هو ضد امريكا وهو بيشتري سلاح امريكاني، ان هو ضد تقسيم مصر وهو بيبيع تيران والصنافير، انه ضد اي تخريب وفساد في مصر، وان هو بيسجن اي حد بيبلغ عن اي فساد، ان هو يقول لكم انه ابن مصر وبيبني مصر وهو بيعمل نفس اللي بيعمله الاحتلال. العتبة دلوقتي بيجرفوها بجرافات زي اللي بيجرفوا بيها شوارع طول كرم في الضفة الغربية الاحتلال، وبيعملوا في المصريين زي ما الاحتلال بيعمل في الفلسطينيين. ايه الفرق بقى؟ علل وطلع لنا الفرق ايها المواطن البهيم. مصر هيتم اعلانها 4 دويلات، واللي ما قدرتش اسرائيل تاخده بالغصيبة اهي بتاخده بالطيبة وبالحب عن طريق ابنهم البار.